طب يا جدعان جايب لك النهارده يا صاحبي فلتر جامد جدا. الفلتر لما نزلته منتدى انا لقيت الناس كلها تموت على الفلتر ده. ايه يا جدعان والله العظيم الفلتر هينزل. الفلتر مطلوب عليه يا صاحبي، وطبعا الفلتر ده برده اللي ساعدني فيه اخويا عبده. طبعا ده الانستجرام بتاعه هتلاقيه في الوصف. الفلتر يا صاحبي ده انت تضيفه على الصوره بتاعتك هيغيرها بنسبه بنسبه 180 درجه، لان بجد الفلتر جامد ومتعوب عليه. وقبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله. طبعا يا صاحبي لو انت عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق حلو زيك كده. وكمان يا جدعان فيديو النهارده هتلاقيني مطور في الشرح شويه، والشرح كامل اكون ظاهر بنفسي واشرح بالتليفون ده. فكل اللي انا عايزه منك يعني حسسني ان انا بدات اطور من القناه، وان انت تشير اللينك. عايزين الفيديو ده يوصل لاكتر عدد من المشاهدات واللايكات. اللايك بتاعك الجميل هو اللي هيطلع معايا الفيديو، هو اللي هيشجعني برده ان انا انزل لك فلاتر بعد كده. فتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. طب يا صاحبي في بدايه الفيديو كده انا عايزك تركز معايا. الشرح مبسط جدا، انت تجيب كوبايه القهوه بتاعتك او كوبايه الشاي وهتلاقي الشرح عدى معانا هوا كده. انا قاصص كل حاجه في الفيديو اللي احنا مش بنستخدمها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اللي اقوله كله مهم. اول حاجه عشان تحمل الفلتر ده لازم تعرف الباسورد. طب ازاي اعرف الباسورد ده؟ بتسمع معايا الفيديو كامل بقول لك رقمين فرقمين بالصوت وانا بشرح. فطبعا انا طالع لك كامل بنفسي في الفيديو، والفيديو متعوب عليه. فلو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك. واول حاجه بنعملها اخواتي بندخل على برنامج اللايت روم. طبعا ناس كتير قوي سالتنا عايزين نسخه برنامج لايت روم اللي معايا. هتضغط على علامه الاي اللي فوق هتلاقي النسخه اللي انا بستخدمها. مفيش احسن من كده، واحسن من ده كله بتدخل معاك بدون تسجيل دخول. بس طبعا انت مش هتدخل تلاقي عليها الفلاتر عشان ما تقولش ان انا ضحكت عليك وكده. النسخه انت هتضيف لها الفلاتر من تاني لو انت نزلتها. طيب اول حاجه نعملها اقوى فلتر يا جدعان. الفلتر ده رايق والله العظيم. الفلتر ده انت تاخد الدفعه هتيجي تتقلي في الكومنتات انا واثق. طيب اول حاجه كده يا صاحبي زي ما انتم شايفين، تعالى نشوف الفلتر قبل وبعد على السريع كده. طبعا يا صاحبي انا فاتح الفلتر دلوقتي على برنامج اللايت روم. كده الصوره قبل الفلتر زي ما انت شايف، وكده بعد الفلتر. فلتر جامد جدا. انا عايزك تعمل معاه الفلتر ده بالدرجات احسن ما تحمله جاهز. طبعا انت لو عملت معاه بالدرجات هتفتح الصوره بتاعتك تمام، تكون متصوره في مكان زي ده برده. طبعا الصوره دي متصوره في اسكندريه، هو جه اسكندريه وما قاليش بس قشطه يا عم عبده باشا. طيب اول حاجه تعملها كده يا صاحبي هتفتح اللايت اللي هي الاضاءه بتاعت الصوره. طبعا احنا اول حاجه بنعملها الاضاءه بتاعت الصوره. اول حاجه الاكسبوجر عاملها لك سالب 62. ثاني حاجه الكونتراست عاملها سالب 33. الهايلايت عاملها سالب 75. الشادو عاملها 64. والاضاءه بتاعت الصوره ده يا جدعان بتعتمد على الصوره بتاعتك انت. المفروض الاضاءه دي انت اللي تعملها، بس انا بقول لكم على الدرجات برضو. طيب الويتس هتعملها 51. البلاكس هتعملها سالب 7. كده عملنا الاضاءه مع بعض. هنيجي دلوقتي بقى اخواتي على الكولر. طبعا الكولر دي مهمه جدا في الفلتر. اول واحده اللي هي التمب هتعملها 10. ثاني واحده اللي هي التنت هتعملها سالب 40. ثالث واحده هتعملها 7. اخر واحده هتعملها 0. لحد هنا الشرح مبسط ورايق مع بعضنا تمام. الدرجات ظاهره عندك اهوت، اعمل معاها بالدرجات. اول حاجه بقى ندخل على بقى اللي هي اهم حاجه في الفلتر بتاعنا كالعاده. هتدخل على الميكس ده يا صاحبي. الميكس اول حاجه هتعمل الهايو سالب 5. ثاني حاجه هتعمل الساتوريشن 9. الليمونوس هتعملها 23. طبعا انا قلت لك اول لونين دول بيعتمدوا على البشره بتاعت الوجه بتاعتك او البشره بتاعتك عامه. طيب اول حاجه كده يا صاحبي احنا عملنا الاولى. هتعمل الثانيه كام؟ هتعمل الهايو 0 وهتعمل الساتوريشن سالب 15 وهتعمل الليمونوس 100. الليمونوس 100 يكون مفتح معاك الوجه خالص، بس طبعا هو عبده عامل الفلتر كده فانا جايب لك الفلتر زي ما هو عامله بالظبط. بعد كده هنيجي على اللون الاصفر مع بعض. هتعمل الهايو سالب 31. الساتوريشن هتعملها سالب 100. الليمونوس هتعملها 92. تمام لحد هنا تمام. هنيجي على اللون الاخضر. طبعا اللون الاخضر واللون الاخضر ده مش مهم جدا في الصوره. ليه؟ مفيش لون اخضر بس احنا هنعمله يعني. الهايو هتعملها سالب 2. الساتوريشن هتعملها سالب 100. الليمونوس هتعملها 100. بعد كده نيجي على اللون اللي بعده. اللون اللي بعده مهم جدا لان هيعتمد معانا على السحاب والبحر اللي في الصوره. هنعمل الهايو 100 وهتعمل الساتوريشن يا صاحبي 64 وهتعمل الليمونوس 100. تمام لحد هنا تمام. نيجي على اللون الازرق مهم جدا جدا في الفلتر، حتى الدرجات بتاعته بسيطه بس مهم. هتعمل الهايو 0 وهتعمل الساتوريشن سالب 30 وهتعمل الليمونوس 100. هنيجي على اللون اللي بعده يا صاحبي، اللون اللي هو قبل الاخير دوت. هتعمل الهايو سالب 18. الهايو سالب 18 وهتعمل الساتوريشن سالب 94 بنفس الارقام وهتعمل الليمونوس 94. وقبل اي حاجه اول باسورد من الفلتر ده هيكون 35. ولسه ما عملتش لايك والله العظيم مش بيكهر، صدقني اللايك ما بكهرب. هنيجي على اللون الاخير. الهايو هتعملها سالب 12. الساتوريشن هتعملها سالب 99. الليمونوس هتعملها 100. خلصنا من الميكس. تعالى بقى اقول لك ازاي تظبط الجوده بتاعت الصوره بتاعتك من نفس الفلتر برضه. تضغط على كلمه تم. لو جينا كده رجاله على الثلاث دايرات دول
ركز معايا نعمل فيها ايه. هتضغط على السهم اللي انا ضغطت عليه دوت، وهتعمل الهايو 0 والساتوريشن 0، يعني ما تجيش جنبهم خالص. هتيجي معايا على الليمونوس هتعملها سالب 85، الليمونوس سالب 85. تيجي على اللون اللي بعده اللي هو البلندنج هتعمله 100. طبعا هتيجي في الاخر نفس النظام، اللون اللي احنا بنستخدمه الاخير، هتعمل الهايو 228 وهتعمل الليمونوس 25 زي ما انت شايف كده بالظبط. هتيجي معايا بقى الليمونوس هتكون سالب 83 والبلندنج هتعملها 99. طيب بعد كده تضغط على كلمه تم. احنا كده خلاص مقربين نوصل لنهايه الفيديو. فانت شايفين كده يا صاحبي، تضغط على كلمه افكت دي بقى. بص هتروق معاك الصوره بتاعتك. الصوره بتاعتك لو منغمشه، لو في حبوب في الوجه، ده هتروق معاك. فاعمل معاك الدرجات دي. طيب اول حاجه كده هتعملها، هتعمل اول واحده 75 وتاني واحده هتعملها سالب 20. بعد كده يا صاحبي اللي تحت دول مش هتيجي جنبهم. هنيجي على الديتول. اول واحده ده يا صاحبي لازم تعملها، مش عارفك ليه يا عبده انت مش عاملها، بس قشطه دي بتظبط معاك وبتعلي معاك الجوده. تعملها لحد 30 تمام كده، 28 30 هتبقى مظبوطه معاك. هتيجي معايا كده يا صاحبي عند النويز دي اللي بتعمل لك تنعيم في الصوره بتاعتك. لو انتوا شايفين الصوره بتاعت عبده لو شفتها قبل وبعد، بص قبل مفيش تنعيم في الصوره. التنعيم اللي حصل من الصوره من النويز، هو مخلي النويز 75، فانت اعملها 75 برضو عشان تطلع معاك بنفس الدرجات. بكده يا صاحبي انت عملت معايا الفلتر بالدرجات بكل سهوله في 6 دقائق بس. ولو تشوف الصوره قبل هتكون قبل بالشكل ده كده، وبعد الفلتر بالشكل ده كده. طيب انا دلوقتي ما عملتش معاك بالدرجات، بس عرفت الباسورد اللي هو مكون من 4 ارقام، وعايز بقى اخد الفلتر من على الصوره بتاعت عبده على الصوره بتاعتي بضغطه واحده زي ما انت قلت. اعمل ايه؟ بص يا صاحبي روق معايا بقى كده. اول حاجه هتعملها هتدخل على الصوره اللي انا سايبها لك. طبعا انا هسيب لك الصوره دي على الفلتر. الصوره دي كده هتلاقيها موجوده على الفلتر في الوصف او في اول تعليق. بعد ما تحملها هيطلب منك الباسورد. طبعا انا قلت لك في بدايه الفيديو الباسورد ده بقوله بصوت وانا بشرح، هو مكون من 4 ارقام. عشان في ناس بتاخد اول رقمين وبتروح تكتبهم الباسورد غلط. تمام كده، عرفت الباسورد اللي هو مكون من 4 ارقام. هتكتبه في اللينك اللي في الوصف وتضغط على كلمه داونلود DNG. هتلاقي نزل معاك صوره زي دي كده على التليفون، بس طبعا مكتوب عليها اليوتيوب بتاعي وكل حاجه تخصني. طيب بعد كده هتعمل لها مشاركه لبرنامج اللايت روم، اللي انت تضيف الصوره لبرنامج اللايت روم. وبعد كده هتضغط على ال3 نقط دول وتضغط على كلمه كوبي ستينج وعلامه الصح دي كده. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده هتروح على الصوره بتاعتك انت، وليكن مثلا دي صورتك. احنا هنشيل من عليها الفلتر اهو كده، شلنا من عليها الفلتر زي ما انتم شايفين. كل اللي عليك هترجع تضغط تاني على ال3 نقط دول اهو، تضغط على ال3 نقط وتضغط على كلمه باست ستينج زي ما انت شايف. هتلاقي الفلتر اتضاف معاك وبضغطه واحده. وطبعا تاني باسورد معانا يكون 45 زي ما انت شايف يا صاحبي. انا علمتك ازاي تعمل فلتر بالدرجات وازاي تعمل فلتر على صورتك بضغطه واحده. ولو عايز تحفظ كمان الفلتر عندك على برنامج اللايت روم، بتضغط على ال3 نقط دول وتضغط على كلمه كريت بريسيت وبتكتب اسم الفلتر. فلتر مثلا اهوت السيشن مثلا، انت لو عايز تكتبه باسمك عادي اصلا، وتضغط على علامه الصح دي كده. وعشان تجيبه هتيجي معايا هنا يا صاحبي عند الدايرتين اللي فوق بعض اهوت، تضغط عليهم كلمه بريسيت، وبعدين هتيجي نازل تحت كده يا صاحبي عند اخر كلمه وتضغط على كلمه يوزر بريسيت. هتلاقي اتحفظ معاك بالاسم اللي انت كاتبه فلتر السيشن. هتضغط عليه هتلاقي اتضاف على الصوره بتاعتك بضغطه واحده، بحيث انت الصوره اللي انت لو نزلتها اتمسحت مش هتفرق معاك. كده كده الفلتر حافظ على برنامج اللايت روم. ما تنساش تقول لي رايك في التطوير بتاع الفيديوهات. انا حاسس ان انتوا كلكم يعني كنتوا مشتاقين للشرح ده. كل اللي انا عايزه منك تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، انزل في التعليقات قول لي عايزين الشرح اللي جاي يكون عن فلتر ايه او شرح عن ايه. والسلام يا اخواتي، اشوفكم شرح جديد.